ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل lessons 4 و 5 من concept 1 في theme 1 أو في unit 1. التو lessons دول سهلين جدا على فكرة، عشان كده احنا حاطينهم مع بعض. احنا هنتكلم عن البلان سيل بتركيز اكتر شوية. ايه الحاجات اللي موجودة في البلان سيل ومش موجودة في الانيمال سيل، هنعمل عليها سبوت كده شوية. طبعا احنا اتفقنا ان البلان سيل فيها حاجة اسمها سيل وول، وكمان فيها حاجة اسمها سب فاكيولر، وفيها حاجة اسمها كلوروبلاستس. تعالوا نشوف كل حاجة من دول ايه وبتعمل ايه. اول حاجة عندنا السيل وول. السيل وول ديت made up of cellulose، يعني مصنوعة او مكونة من مادة اسمها السليلوز. دي مادة كده موجودة في البلانت بالاخص، وفي السيل وول كمان الاخص يعني. يبقى السيل وول made up of cellulose. ركزوا الحتة دي بتيجي كتير جدا في الكومبليت. It's hard and surround the cell from outside، يعني هي بتكون صلبة شوية وبتكون surround يعني محيطة بالplant cell from outside من بره. والسؤال هنا بيجي ازاي؟ يقولك the plant cell is surrounded by cell membrane from outside. هي فيها cell membrane بس مش من بره، ولكن اللي موجود فيها من بره هو مين؟ السيل وول. فركزوا الحته دي بتلخبطكم ان انتوا بتقولوا السيل وول موجوده في البلانت فاتس اوكي. لا طبعا هي موجوده في البلانت بس مش موجوده from outside، مش موجوده من بره. اللي موجود من بره هي السيل وول. كمان هي فايدتها ايه او الفانكشن بتاعها ايه؟ ان هي give the plant cell its definite shape، يعني هي اللي مخليه البلانت سيل شكلها محدد بالطريقه اللي انتوا شايفينها. ولذلك لو بصيتوا كده على البلانت سيل هتلاقوا دايما شكلها محدد اكتر من الانيمال سيل. انيمال سيل بتكون ريجولر شويه كده، عشوائيه يعني. خلاص البلانت سيل بتكون ريجولر، الانيمال سيل بتكون irregular، يعني بتكون غير منتظمه. لكن البلانت سيل بتكون منتظمة، شكلها منتظم بسبب مين؟ بسبب السيل وول. يبقى الفانكشن بتاع السيل وول ان هي بتعمل ايه؟ it gives the plant cell its definite shape، بيديله ال definite shape. وبيجي هنا مثلا give reason the animal cell doesn't have definite shape. ليه الانيمال سيل ما عندهاش definite shape؟ هتقولي because it doesn't have cell wall، علشان هي ما عندهاش السيل وول. طيب تعالوا نبص بقى على الزاف فاكيول، ودي بتكون ساك لايك اورجانال، يعني هي عضية كده، بتكون شبه الكيسة شوية. اوكي شبه الكيسة يعني بتحتفظ بحاجات جواها. فاحنا بنقول ان البلانت سيل has only one big subvacuole، يعني البلانت سيل ما عندهاش غير واحدة بس بتكون كبيرة شوية. الانيمال سيل عندها كذا واحدة بس بيكونوا صغيرين، لكن في البلانت سيل هي واحدة كبيرة. طيب بتعمل ايه؟ فايدتها ايه؟ it stores wastes nutrients and water، يعني هي بتخزن جواها الواسطس الفضلات، النيوترينز العناصر الغذائية، وكمان الووتر المياه الزيادة. اوكي ايه كمان موجود في البلانت سيل ومش موجود في الانيمال سيل؟ طبعا الكلوروبلاست. الكلوروبلاست دي اللي هي البلاستيدات الخضراء. هي من اسمها كده، ليه اسمها كلوروبلاستس او بلاستيدات خضراء؟ عشان هي جواها جرين جرانيولز، يعني حبيبات كده بتكون لونها جرين. الحبيبات دي بتنتج مادة جرين بيجمنت، مادة او صبغة لونها اخضر اسمها كلوروفيل. الكلوروفيل ده يا حبايبي ليه حاجتين مهمين جدا. اول حاجة بيعمل ايه؟ makes the plant green، بيخلي البلانت لونه جرين. يعني ليه البلانت لونه جرين والانسان مش لونه جرين مثلا؟ عشان البلانت عنده حاجة اسمها كلوروبلاستس. كلوروبلاستس دي فيها جرين جرانيولا او جرين بيجمنت، يعني فيها صبغة لونها جرين. طب بس كده؟ يعني هل الكلوروبلاستس فايدتها انها بتديله لونه جرين؟ لا، دي ليها فايدة كبيرة جدا.
ان هي absorb energy from the sunlight، بتمتص الطاقة من الsunlight، من ضوء الشمس. طب البلانت محتاج الطاقة بتاعت ضوء الشمس دي في ايه؟ عشان يعمل photosynthesis process، عشان يعمل عملية البناء الضوئي. اوكي، دلوقتي بقى احنا عايزين نشبه السيل بسيتي. يعني لو السيل الخلية دي عبارة عن مدينة، هتبقى كل حاجة فيها ايه في المدينة؟ اول حاجة مثلا عندك النيوكليس. النيوكليس دي هي قلنا located in the center of the cell، يعني موجودة في منتصف السيل، فلذلك هي شبه السيتي هول اللي هو وسط البلد يعني. تمام. طيب السيل ممبرين هو اللي بيتحكم في الحاجات اللي داخله واللي خارجه، فعشان كده احنا بنقول ان هو الجاردز اوف ذا جيت، يعني هو كانه الحراس بتوع البوابه بتاعت المدينه دي. طب الميتوكوندريا اللي هي بتنتج الطاقه، صح؟ مش خدناها في الفيديوز اللي فاتت؟ فاحنا لو تخيلناها في مدينة هتبقى ايه؟ electrical power station، محطة توليد الكهرباء، محطة انتاج الطاقة. طب الاندوبلازميك ريتيكولم دي هنسميها مين؟ دي بتاخد البروتين كده وبتعمله باكجينج كده وتظبطه وتطلعه من النيوكليوس توديه للأول بوردز اوف ذا سيل، فاحنا هنسميه construction workers، عمال البناء. طيب الجولجي ابريتس ودوت قلنا بينقل اي حاجة من السيل للسيلز التانية اللي بره، فكأنه هو مثلا ساعي البريد، صح؟ فاحنا هنسميه الباست اوفيس. الفاكيول ودي بتخزن حاجات جواها، فاحنا هنسميها ستور هاوس، يعني مكان التخزين، مخزن يعني. والسيل وول احنا قلنا ان هو بيكون محيط بالبلانت سيل، only plant cell، فاحنا هنخليه wall surrounded the city، يعني الوول الحائط اللي بيحيط بالسيتي. والكلوروبلاستس وقلنا ان دي هي اللي بتاخد الانرجي من السان لايت وبتعمل الفوتوسينثيس بروسيس، فعشان كده هنسميها فود فاكتوري، يعني مصنع الغذاء. وبكده يكون خلص الليسونز بتاعت 4 و5. شايفين سهلين ازاي؟ بسيط جدا. لو عجبكم الشرح متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اي حاجه مش فاهمينها اكتبولي في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم وبرد عليها باهتمام. متنسوش تفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد يجيلك على طول فتذاكر دروسك اول باول. مع السلامه يا حبايبي، باي باي.